ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن العجوز. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل مراجعه سريعه ل دريل دي سي اي العرض 20 فولت. تمام، انا جايبه من مؤسسه دويدار، دول مكانهم في ميد غمر، شارع سعد زغلول بجوار الثانويه العسكريه. ناس بصراحه ناس محترمه جدا، وطلبته بعتهولي في نفس اليوم. تمام، بعتولي مع عربيه والله، انا كنت مستعجل عليه، كنت في القاهره. تمام، ده هنا ارقام تليفوناتهم، هبقى اسيبها لكم في وصف الفيديو. تمام، انا عارف ان الفيديو قد يكون مختلف عن الفيديوهات اللي انا بقدمها عند القناه بشكل عام، بس ده يعتبر قريب برضو من مجالنا، مجال الليزر والكلام ده كله. فاغلب الاماكن عندنا او اغلب الورش بتاعه الليزر لازم يكون عندها دريل واتنين. تمام، انا للاسف كان عندي بس للاسف اتسرق. تمام، طبعا ما علينا من كل هذا الكلام، خلينا نبدا في نظره كده سريعه. انا مش مراجعه احترافيه، انا بس جاي اوري لك المعده شكلها عامل ازاي، تقفيلها، الكلام ده كله. تمام، طبعا انت زي ما انت شايف علبه حجمها كويس، حجمها صغير. يعني كان عندي دريل اي بي تي، بس كان ساعتها كان قديم يعني شويه، كان اللي هو ال 21 فولت، مش عارف 18، كان 18 فولت. تمام، الشنطه بتاعته كانت كبيره شويه كده، فدي يعتبر قد تكون اصغر منها بحجم ملحوظ يعني. منظر الشنطه الخارجيه تحسها شنطه شنطه محترمه. هنا مكتوب عليها البيانات. تمام، محتويات المعده. تمام، هنا محتويات المعده بالكامل. تمام، بتاعت الشنطه. على فكره يا جدعان، دي سي ايه تبع دونغشينج او دونغشونج حاجه كده، اللي هي الزرقاء دي. المفروض ان دي يعني ايه سب براند، او يعني حاجه اقل شويه من الدونج، بس هو ما شاء الله يعني حاجه محترمه. اول ما بتفتح العلبه بتشوف المنظر ده، تحس ان العلبه تقفيلها مش احسن حاجه جوه، او مش عارف، تحسها فقيره كده يعني، تحس انك كنت عايزه تروق اكتر. تمام، اول حاجه طبعا بتلاقيها الكتالوج، كتاب الاستعمال، الكلام ده كله. ماشي، شكرا. تمام، هتلاقي هنا عندك العلاقه بتاعه الجنب، وبنطه صليب او عاده. تمام، العلاقه دي بتركب في جنب الدريل سواء يمين او شمال، بحيث لو انت حابب انك تعلقه مثلا في البنطلون او الكلام ده كله. تمام، هتلاقي هنا عندك بطاريتين، البطاريه الواحده 20 فولت 2 امبير. تمام، طبعا فيها مقاس الشحن، فدي حاجه كويسه برضو، انك بتبقى عارف حتى شحن البطاريه كام لو انت طالع مثلا رايح شغل او حاجه، اذا كان الموضوع يستدعي اصلا انك تاخد معاك الشاحن او لا. تمام، هنا هو زي ما انت شايف مكتوب 18 فولت 20 فولت ماكس 2 امبير. تمام، ده البطاريتين. تمام، عندك هنا الشاحن، ما شاء الله الشاحن محترم جدا، باين عليه نظيف، في دوائر جوه، مش مجرد علبه كده خارجيه وبتاع ويحسسك ان هو شاحن ديسكتوب وبتاع والكلام ده كله، مش شاحن بالنايه وبتاع، لكن من جوه عباره عن شاحن بالنايه. فاهمني؟ عارف انت الشاحن اللي الصغيره دي يعني؟ لا، الشاحن اعتقد ان هو كويس. المفروض 20 فولت 2 امبير، اعتقد ده شاحن سريع، يشحن بسرعه. تمام، بعد كده الوحش بتاعنا وهو الدريل. تمام، بس العلبه دي كده اهو. تمام، ده شكل الدريل الخارجي، ما شاء الله تقفيل محترم جدا. هنا طبعا الجزئيه دي معدن، في عندك في البكره هنا معاك لحد 20، ده اللي هو العزم بتاعه، او مش العزم، اللي خلينا نقول بكره العزم او الكلتش بتاع العزم. تمام، بحيث لو انت بتربط ما يعملش معاك، ما يدوس قوي في المسمار. تمام، بعد كده عندك هنا طبعا التخريم. تمام، وعندك هنا الدقاق، طبعا المعده دي فيها دقاق. تمام، طبعا هنا سرعتين يمين وشمال زي اي معده. الموتور طبعا براشلس، اكيد خلاص دلوقتي اغلب الحاجات بقت براشلس بدون شربون يعني. تمام، الظرف بتاعه ظرف معدن، الظرف بالكامل معدن هنا، بيشيل لحد بونتا 13 ملي. تمام، السرعه الاولانيه، خلينا بس نركب البطاريه كده الاول، نقول بسم الله. تمام، ما شاء الله ده شكله بعد تركيب البطاريه، حاجه كويسه جدا، اللهم بارك. لونه جميل اصلا يعني، اللون يعني قد يعني ممكن الناس تختلف معايا في قصه اللون، بس انا بحب اللون ده، من الالوان الظريفه، وتحسه كده مختلف ومميز شويه. تمام، عندك هنا اليد سودا. انا على فكره كنت محتار بين 3 معدات كادريل براشلس صغير كده، من الحاجات الحلوه دي. كنت محتار بين الاكسبور اللي هو ال 21 فولت، وكنت محتار بين التوتال اللي هو ال 66، والدي سي اي، بس الدي سي اي ما كانش في حسباني خالص بصراحه.
قد اكون انا ما كنتش عارف الشركه دي قوي، او يعني مش دارجه هنا عندنا في الصعيد يعني بشكل عام. بس فما كانش في دماغي خالص دي سي ايه، بس كذا حد يعني رشحها لي وقالوا ان هي معده كويسه، والثلاثه يعتبر كانوا بنفس السعر. وقد يكون كمان استاذ هاني صاحب المؤسسه ما شاء الله يعني حسبوا لي برضه بسعر كويس، قد يكون اقل من التانيين. تمام. ف يعني كان في ايه مميز، حسيته مميز شويه. ودي سي ايه على فكره برضه زي ما قلت، انا مش عارف قلت ولا لا، ان هو تبع دونج، ودونج شركه معروفه ولها اسمها. تمام. والوكيل بتاعهم واحد اللي هو شركه الحريه تقريبا. شركه الحريه اسم المصدر حتى اسم المصدر زي ما مكتوب، اسم المصدر دونج شينج. تمام. وبين قوسين دي سي ايه. بالنسبه للسرعه الابتدائيه او السرعه الاولانيه، تمام، ده كده السرعه الاولانيه. تمام. المفروض ان هي 600 لفه. طبعا 600 دي ما بتبقاش 600، كله بيبقى هري يعني، ما عليك من المكتوب، كله بيبقى اي كلام فاضي، او في الغالب يعني بصراحه، عشان في شركات محترمه جدا بيكون المكتوب بيكون زي الفعلي، او على الاقل قريب يعني، قد يكون قريب. تمام. السرعه الثانيه مكتوب ان هي 2300، مش عارف ظاهر ولا لا، 2800 لفه، ما شاء الله حاجه محترمه جدا. تمام. تقفيله كويس وحاجه كويسه. ده الدقاق بتاعه، بحس انك لو حبيت تخرم في خرسانات تخرم يعني. طبعا الكلام ده مش احسن، مش احسن حاجه للمعده. تمام. يعني تخرم في خرسانات عايزه لها معده تقيله، بس لو عندك مثلا مسمار برواز 2 3 فاهم كلام فاضي. لكن لو محتاج شغل كتير، فطبعا ما محدش بيرشح خالص انك تستخدم الدقاق بتاع الدريلات، بس هو ستيل حاجه موجوده مميزه فيه، تقدر انك تستخدمها، مش هتقول لا. تمام. ده هنا طبعا مستويات الكلاسات زي ما انت شايف، ان شاء الله حاجه كويسه جدا. ده الكلام، السرعه الاولى. السرعه الثانيه تمام، حاجه اللهم بارك. طبعا هنا زي ما قلنا اليمين وشمال. اليد السوداء دي دي من الحاجات اللي خلتني اميل ليه اكتر من التوتال. لان التوتال اليد بتاعته اللي هي الرمادي دي، بس التوتال طبعا بيميزها السيستم شير الممتاز بتاعها، اللي تقدر انك تجيب المعده كده لوحدها، ويبقى عندك البطاريات والشواحن بتاعت معده تاني. فدي كانت من الحاجات الحلوه واللي كانت محبباني فيه بصراحه. بس قلنا يا الله نجرب زي ما تيجي، وجبت الحته دي سي اي دي. يا رب انها تكون كويسه يعني، او بالدرجه اللي امل انها تكون كويسه بيها يعني. تمام. وكذا حد رشحها لي بصراحه، فيعني ان شاء الله نسال الناس اللي رشحتها دي تكون على قدر من الثقه، لان يعني في ناس منهم اعرفهم معرفه شخصيه، وناس يعني سمعتها سبقاها. تمام. ف جبت الحته الدي سي اي دي. تمام. بس كده يعني. انا مش، يا رب ما كنتش بس نسيت حاجه يعني. انا حاولت ان انا كده اعمل لكم مراجعه سريعه اختصارا. الظرف زي ما قلنا ان هو 13 مللي، يشيل معاك لحد 13 مللي بنط. يتخرم معاك بقى حديد، خرسانات، مش عارف ايه الكلام ده كله. المعده دي على فكره 60 نيوتن، انا ما قلتش الموضوع ده العظم بتاعها ان هي 60 نيوتن. تمام. بس كده، يا رب ما كنتش نسيت حاجه. ممكن نبقى نعمل فيديو تجربه عمليه ليها لو حابين يعني. تمام. يعني تجربه عمليه، حابب نخرم بقى في خشب، في حيطان، مش عارف ايه الكلام ده كله. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن العجوز، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم.